كاينين بعض الرجال اللي كتوصل ليهم ما كيعرفوش يعبروا بفمهم، كيبقاو يبكيو. كاينين بحال هاد الرجال، ولكن مع الاسف كاين بعض العائلات اللي كتقبض ديك البكا ديال الراجل ضعف. يعني الراجل ما عندوش حق يبكي، ما عندوش الحق حتى شي حاجه. الراجل حنا عند بعض العيالات الا كان قاصح ولا كان كيغوت ولا كان كيضرب، هذاك هو الراجل. وملي يدير هاد ثلاثه الحوايج تقول ليه لا تكرفس عليا، انا ما بغيتش راجل بحال هكا، لا كيعنفني كيدير ليا. يعني فهمت السطا. شوف هاد الولد هذا شنو طرا ليه. قال لي اختي هند، انايا كنت كنقرا انا وواحد البنت من ايام هاد القرايه وانا وياها، كنبغيها وكتبغيني. قال لي اختي هند طلعنا للباك صافي، انايا خرجت من الباك، قال لي ضحينا وكنا كنخدموا في العطل وديك الشيء باش درنا الخطبه، باش تخطبنا. قال لي يا اختي هند صافي وصلت انا للباك خرجت، قال لي خاصني نخدم لاني خطبتها، خاصنا الزواج، خاصنا كذا خاصنا كذا. قال لي هي بقات في المدرسه ديالها، قال لي بقات كتكمل قرايتها. قال لي تزوجنا اختي هند، قال لي انا كنخدم في واحد الشركه وكنصرف وهي كتقرا كتجي للدار كتقضي شغلها ديال الدار وديك الشيء. قال لي اختي هند كنبغيها. قال لي تصوري كنت ما كنحرم راسي من شحال من حاجه باش نجيب لها هي باش تضحك. قال لي ملي كنشوفها كتضحك لي الدنيا. قال لي اختي هند، قال لي ولكن هي ما كانتش يعني كتعترف بديك الشيء اللي كندير معاها. قال لي ما علينا. قال لي انا اختي هند خدمت وهي بقات كتقرا. قال لي هي خدات الماستر ديالها، قال لي تخرجات، قال لي خدات حتى الدكتوراه ولا ما نعرف. قال لي المهم خدمات السيده، قال لي هي خدمات في واحد التوظيف. المهم خدمات التوظيف، لا ما كاين علاش نقولوا التوظيف شنو اللي خدمات، المهم خدمات في التوظيف. قال لي اختي هند وانا بقيت خدام في شركه. انا اختي هند قال لي لاني بغيتها، حتى انايا بغيت نعيش معها حياتي، بغيت ندير. قال لي من نوع، قال لي هي عندها مشكله د والديها، قال لي باها وامها مطلقين. انا من النوع اللي ما كنبغيش نحسسها بان نطلق انا وياها ولا نتفارق انا وياها ولا تعيش ديك اللحظه اللي عاشتها مع والديها مفارقين وداك الشيء. قال لي كلشي كنت كنسامح فيه. قال لي كتبقى تعاير، كتبدا تسب، كتبدا تتهرس، كتبدا تعايرني بالمستوى ديالي. قال لي شحال من حاجه، قال لي كتبقى تقولوا لي، قال لي وما كنقدرش نغوت عليها، ما كنقدرش نضربها، ما كنقدر ندير شي حاجه. قال لي بعض المرات كنبقى نرغب فيها. قال لي تنبدا نبكي. قال لي يا اختي هند انا كنبدا نبكي، قال لي بالحب ديالي ليها. قال لي والو، قال لي هي كتشوف ديك البكا ديالي بان ما تبقاش تبكي. علاش كتبكي، علاش كدير؟ قال لي وانا ما كنعرفش كيفاش نرضي هاد البنت هادي باش تكون راضيه. قال لي انا ما كنبغيش نتفارق معها. قال لي شحال مره كتقولي تفارق انا وياك وحنايا ما غنكملوش وحنا العيشه صعيبه وحنا كذا، كنقول لها لا والو، انا نتحارب على ودك، انا كنبغيك، ما نقدرش نعيش بلا بي. قال لي اختي هند هاد الكلمات تنقولهم لها وبصح ما نقدرش نعيش بلا بها. قال لي اختي هند توظفات، قال لي السيده ولات كتدخل صالير. قال لي واحد، قال لي دائما كتنقر عليا، دائما كتغوت عليا، دائما مقله مني، دائما انا ماشي في المستوى ديالها. قال لي وانا عمري قال لي اختي هند ما عايرتها ولا قلت لها ولا هنتها ولا قلت لها انت باك امك عندك عقده نفسانيه ولا اي حاجه. قال لي جامي. قال لي هي كتعايرني وتعاير والديا وتسبني وما تخلي ما ندير. قال لي راه نجم واش عمري عايرتها. قال لي يا اختي هند دارت ليا مالو. قال لي واحد النهار طلع ليا الدم، قال لي وانا نشد التليفون ودخل عند شي وحده في التليفون كيهضر مع شي وحده، واش هي صيفطاتها له ولا ما، المهم كيهضر مع شي وحده في التليفون. قال لي يا اختي هند واحد النهار جالس، قال لي مره وحده هضرت معها صافي، قال لي ما بقيتش هضرت مع ديك البنت. قال لي لاني كنبغيها عادي، قلت زعما نقدر ننسى، نقدر نبعد عليها ونقدر نبغي وحده اخرى وصافي الله يعاوننا. قال لي ما قدرتش. قال لي واحد النهار جالس انا وياها، قال لي ناشطين مزيانين، قال لي جبت لها الكادو ديال عيد الميلاد ولا ما عرف شنو كان عندها. قال لي وهو يجيني ميساج في الواتساب، قال لي شافته، قال لي غير شافته وهي تكحل بالعمى. قال لي ولا تقول لي انت كتخوني وانت ما عندكش انت ما فيكش الثقه وانت كذا. قال لي وقالت لي انت ماشي راجل وانت يا عديم المسؤوليه وانت يا انا اللي تنصرف اكثر منك وانت المستوى ديالك ماشي هو المستوى ديالي وانت. قال لي بدات عليا بشي معيول. قال لي ما خلات ما قالت. قال لي ومشات بحالاتها. قال لي مشيت ديت مرات خويا وخويا، قال لي وزوقوا فيها ورغبوها، وقال لي حيت هي كتحترم مرات خويا وخويا، قال لي هما اللي بقاو عليها. قال لي ورجعت انا وياها. قال لي من رجعت معاها اللي كتقول لي اختي كنقول لها
قال لي ما كنقدرش نقول لا. قال لي باش ما تمشيش وتخليني. قال لي اختي هند بعض المرات تنجلس مع راسي تنقول اشنو كندير، كتعايرني هكا. وقال لي وكيبقى فيا الحال اختي هند، وقال لي قلبي كيبقى فيه ديك الهضره اللي كتقول لي وكطيح مني وديك الشيء. قال لي ولكن كنبغيها انا هاد البغيان زعما والله ما نعرف. السيد كيبغيها، قال لك كنبكي اختي هند، قال لي ما نقدرش نعيش بلا بها والو. قال لي ولكن اختي هند راه كتعايرني، راها مرت الاخرى ولات تقول لي نطلق انا وياك لان مستوايا ماشي هو مستواك. انا يا مات لي كنت كنقرا وداك الشيء جاوني ناس كي دايرين وما بغيتهمش على ودك انت، قلت زعما حنا ضحينا بجوج وخدمنا بجوج وكنا كنبغيو، كنا كنبغيو بجوج وديك الشيء. انا يا دابا انا نتفارق انا وياك، انا ما نقدرش. قال لي فيما دابا وليت فيما نتناقر وياك تقول لي نتفارق انا وياك، فيما نتناقر انا وياك تقول لي المستوى ديالي ماشي من مستواك. يطلع على الدم نقول لها شي حاجه غلطه ولا ما ندير شي حاجه اللي بغات. قال لي كتبقى تقول لي مستواك ماشي مستوايا، وانايا انت خدام غير في شركه، وانايا موظفه، وانايا قاريه وانت ما قاري حتى شي حاجه قريتي. قال لي وديك القرايه وديك الخدمه وديك الشيء كامل انا اللي كنت كنصرف عليها، انا اللي ضحيت بقرايتي، انا اللي ضحيت بوقتي باش هي تقرا، باش هي تخدم. انا اللي كنت قابل بزاف د الحوايج في داري باش هي دير ديك الحوايج اللي متمنياها واللي ما دارتهمش هي عند باها وما دارتهمش هي عند امها، لان باها وامها ماشي مع بعضياتهم. قال لي اختي هند اشنو غندير؟ قولي للناس ينصحوني يعطوني شي نصيحه بحالهم هما، يعني ما يعايرونيش. عافاكم الخوت ما تعايروش، عطوه نصيحه لله. يعني انا ما لقيت ما نقول لي، لان السيد تيقول لك كنبغيها، السيد ضحى بقرايته، السيد ضحى بخدمته، السيد ضحى شحال من عام حتى هي قرات وتوظفات، راه باش تقرا وتاخذ الاجازه وتخدم وتوظف راه ماشي ديال عام ولا عامين، يعني حسبوها. نقول لك اخويا والله ما لقيت وما والدش معاه، الله يدير لك تاويد الخير وقرا الكومونتيرات.